فاحنا يا اخوانا يعني انا برضو عايزين بس مساله النيه دي مساله مريحه، مساله الاخلاص مساله مريحه. انا طول عمري يعني كثيرا ما اقول هذا الكلام واوبخ نفسي عليه. اذا حزنت على شيء اقول احسن عشان تتعلم انك تخلص. انا جاي حتى لو عملت معروف، يعني لما تعمل معروف في اخيك ويستقبلك بسوء ما تزعلش. ليه؟ اللي انا عملت له هيديني اجري. انما انا لو عامل عشان خاطرك يبقى ازعل بقى، صحيح ما تكلمنيش انما الذي اعمل لوجهه هيديني اجر، مش هيظلمني ابدا. ان المسلم في اي وقت اذا استدرك فهو يستدرك عند كريم. الله عز وجل كريم، لو راى منك خير اعانك. واحد يقول لك بس انا ضيعت وقت. بالنسبه لايه؟ هذا السؤال. ضيعت وقت من ايه؟ واحد يقول لك يعني مش هلحق انجح. هنا بقى السؤال، دي الميزه بقى بتاعت الاسلام. كلمه نجاح مش موجوده في الاسلام تقريبا. عندنا فلاح وعندنا سعي. واحد يقول لك اي ما الفلاح هو النجاح. مش بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، خلينا نبدأ بمقولة سقف الممكن مذهل، بمعنى إن الحاجة الممكنة إنك تقدر تعملها دلوقتي ومتاحة في إيدك هتعمل معاك نتائج مذهلة. مش شرط تكون شخص كمالي، إنك لو عايز تذاكر فلازم يكون عندك مكتب، ولازم يكون عندك ستيكي نوت متعلقة على الحيطة، والإضاءة من اليمين والشمال موجودة، وعندك الأباجورة أو الإضاءة اللي بتكون موجهة. فدلوقتي زي ما احنا عارفين مجال من أهم المجالات اللي ظهرت الفترة اللي فاتت وهو الذكاء الاصطناعي. طب ليه ما نستخدمش الذكاء الاصطناعي في التعليم بتاعنا؟ انت تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي عبد عندك، بمعنى اي حاجة انت بتسألها لصحابك او بتسألها للمدرس بتاعك او بتسألها للدكتور بتاعك، تقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي تقوم بنفس الواجبات اللي هو بيعملها. بل واحيانا انت بتطور في المجال بمعرفتك علشان توصل لحل كويس جدا بالنسبة لك. يعني انا النهاردة وانا قاعد كده جه في بالي وانا كنت بتفرج على كورس تعلم كيف تتعلم بتاع احمد ابو زيد، هو حته انك ممكن تحط نغمه صوتيه او مقطع صوتي كده زي اغنيه علشان تقدر تحفظ بيها حاجه معينه في الدرس اللي انت بتذاكره. فما كنتش عارف اركب كلمه او جملتين اقدر احفظ بيهم حاجه اللي انا بذاكرها دي علشان تثبت عندي. فطلبت من شات جي بي تي ان هو يحط لي الاربع جمل اللي معايا في جملتين بحيث يكون ليهم نمط صوتي كده زي الاغنيه اقدر احفظهم بيها. وبالفعل طلع لي اغنيه بسيطه جدا قدرت عن طريقها احفظ المعادله او احفظ الحاجه اللي انا كنت بذاكرها دي. كمان لو انت عايز تعرف عن نفسك اكتر في موضوع المذاكره وتعرف ازاي تقوي نقط القوه عندك وتشوف نقط الضعف وتشتغل عليها، برضه تقدر تستخدمه. تقدر تخش تعمل صفحة مخصوص لتحليل الأداء بتاعك، وأي مشكلة بتواجهك في المذاكرة بتخش على شات جي بي تي في الصفحة المسؤولة مثلا عن التحليل، وتبدأ تقول له أنا دلوقتي والله تركيزي ضعيف وعايز طريقة مناسبة مثلا أذاكر بيها دلوقتي بحيث إن إيه ما أكونش مضغوط. وهكذا في كل مشكلة تواجهك هتدخل تقول لشات جي بي تي والله أنا مشكلتي كذا، وتيجي في نهاية الشهر أو في نهاية الفترة اللي انت بتذاكر فيها او في نهاية المدة اللي انت عايز تعرف ادائك ونتائجك عاملة ازاي، وتدخل في صفحة جديدة بقى خالص على الشات جي بي تي وتقول له عن طريق المعلومات اللي انت عارفها عني قول لي ايه نقاط قوتي في المذاكرة وايه نقاط ضعفي في المذاكرة، وعن طريقها تعرف نقاط قوتك وضعفك في المذاكرة او ليه انت لحد دلوقتي مش عارف توصل للنتيجة اللي في دماغك، وليه لحد دلوقتي مش عارف تخلص المذاكرة اللي عليك. كمان تقدر تخليه صديقك الصدوق في المذاكرة بتاعتك. يعني وانت قاعد دلوقتي بتذاكر رياضة، والله انا دلوقتي بذاكر رياضة وخلاص دخلت له المدخلات ان الدرس ده 1 2 3، فعايزك تسألني اسئلة عشوائية كده عن الدرس او عن المعلومات اللي في الدرس ده، وتشوف الرد بتاعي هيكون صح على الاسئلة بتاعتك ولا لا. وكمان ممكن تضيف له حتة ان هو عن طريق الوقت او يبدأ يحسب لك وقت معين علشان تجاوب على السؤال ده. وده المتاح او الممكن انك تستخدمه زي ما سمعت المقولة اللي في بداية الفيديو. كل اللي تعمله هو انك تشوف انت محتاج ايه من المذاكرة، ايه مشكلتك في المذاكرة، وتبدأ تدخل يوميا كده وانت قاعد تذاكر اي مشكلة واجهتك تجيب كشكول او تجيب ورقة وقلم وتكتب المشكلة والله كانت عندي 1 2 3. بعد ما تخلص مذاكرة او بعد ما تخلص هتدخل على شات جي بي تي والله انا مشكلتي 1 2 3، هو اوتوماتيك بيحفظ في الذاكرة عنده المعلومات دي. فبكده تقدر تعمل تحليل لنفسك وتعرف ايه اهم الحاجات اللي تقدر تعملها علشان تعلي مستواك سواء في الفترة اللي انت فيها او الفترة اللي جاية لقدام. كمان الموضوع ده تقدر تستخدمه في شغلك، تقدر تستخدمه في حياتك الشخصية. لو انت شخص عايز تحلل
نفسيتك او تحلل شخصيتك، تقدر برضو وانت زعلان، والله انا زعلان من 1 2 3، انا مبسوط عشان 1 2 3، هتعرف تحلل شخصيتك، تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك وتبدا تشتغل عليها. كمان اصلا هو هيعلمك ازاي تشتغل عليها، بس ما تعتمدش اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي. يعني حاول انت يكون عندك برضه حته ابداعيه كده. يعني مثلا انت شايف نفسك انك بتنام قليل، فدي مشكله. كل اللي هنستخدمه شات جي بي تي، او ليه نستخدم شات جي بي تي؟ عشان هو ما بينساش. هو الفكره بس ان احنا بنخزن المعلومه فيه عشان بعد كده نشوف المعلومه قدامنا فما ننساش المعلومات دي. واتمنى المعلومه دي تكون فادتك او هتفيدك في حاجه ان شاء الله في المذاكره بتاعتك باذن الله الفتره الجايه، فتقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي توفر على نفسك وقت مجهود كبير جدا. هو الفكرة من الفيديو ده بس ان انا افكرك او انبهك ان في حاجة زي كده موجودة انت مش واخد بالك منها. فلو الفيديو عجبك ما تنساش تشاركه مع اصحابك علشان يستفيدوا زيك بالظبط، وما تنساش طبعا اللايك الجميل بتاعك. واشوفك في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.